انا قلت اللي عندي ومش بحب اعيد كلامي كتير. موافقة على شرطي تاخدي الفلوس؟ مش موافقة اتفضلي امشي واقفلي الباب وراكي. اسمي ندى. بتبدأ حكايتي وانا عمري 23 سنة. بكمل دراستي بسبب وفاة بابا. اشتغل منظمة مواعيد لرجل اعمال كبير جدا. مرتبي بسيط قوي لدرجة ان هو يدوب يكفيني اكل وشرب انا واخواتي وماما بالعافية. الصغير تعب مننا تعب شديد ما كناش عارفين ايه سبب التعب ده، لدرجة ان ماما فكرت ان هو عنده برد او تعب بسبب اللعب الكتير. لكن اخويا في الوقت ده تعبه بقى يزيد وكمان يتكرر معاه بالليل. قالت ان هي تاخده وتكشف له وفعلا خدته وراحت كشفت له. الدكتور قال لها ان هو محتاج عملية لان هو عنده ثقب في القلب وحالته بتتأخر. مش هينفع نستنى اكتر من كده لان حالته الصحية اتدهورت خالص ولازم نعمل العملية في اسرع وقت. ماما سألت الدكتور وقالت له العملية تكلف كام؟ قال لها 50,000. طبعا ماما اتصدمت من المبلغ اللي كان كبير قوي في الوقت ده. جت البيت وهي منهارة. طبعا انا خلصت شغلي ورجعت البيت كالعادة. البيت كله حزن وكئيب. قلت لماما في ايه اللي حصل؟ ماما اترمت في حضني وفضلت تعيط. قالت لي اخوك هيموت. قلت لها ليه يا ماما؟ هو انت كشفتيله؟ قالت كشفتله وعنده ثقب في القلب وعاوز عملية ب50,000. اول ما ماما قالت لي كده انا ما قدرتش اقف على رجليا. يوم ما بابا مات وانا شايلة الحمل لوحدي. كل يوم بيزيد عليا الحمل اكتر وانا خلاص تعبت وهلكت مش عارفة الاقيها منين ولا منين. ماما قالت لي لازم ندبر الفلوس دي في اسرع وقت. قلت لها يا ماما ده مبلغ كبير جدا هجيبه منين؟ قالت لي اتصرفي اعملي اي حاجة انا مش متخيلة ان ابني يموت. في حضني وطبطبت عليها وقلت لها ان شاء الله تتعدل. خدت شنطتي ونزلت لصاحبتي وقلت لها انا محتاجة مبلغ كبير شوية علشان خاطر عملية اخويا. صاحبتي اعتذرت لي بكل ذوق وقالت لي والله مبلغ 50,000 ده مبلغ كبير جدا وانا مش معايا المبلغ ده. صدقيني والله لو معايا المبلغ ده انا هديهولك. لسه همشي لقيتها بتقولي طيب ما تروحي لأستاذ سالم. قلت لها باستغراب وقلت لها هو انتي عاوزاني اروح لمديري في الشغل؟ ردت عليا وقالت لي استاذ سالم راجل محترم ويعرف ربنا عند الناس، ويا ست بقوليله يخصم من مرتبك جزء من المبلغ كل شهر لحد ما المبلغ يخلص. يعني انتي شايفة ان هو مش هيحرجني؟ اي والله ما هيحرجك لان انا زنقت قبل كده ورحت اخدت منه مبلغ. قلت اني اروح واكلمه تاني يوم في الشغل. كنت وروحت واول ما دخلت البيت راحت امي دخلت عليا وقالت لي عملتي ايه؟ قلت لها يا ماما ان شاء الله بكره هكلم مديري في الشغل. قالت لي ان شاء الله تتحل من عند ربنا. وفي اليوم ده ما نمناش من كتر التفكير. ماما كانت عماله تعيط وصوتها مسموع وانا كنت شايله هم الدنيا كله فوق دماغي. يوم صحيت بدري ورحت شغلي كالعاده وفضلت مستنيه استاذ سالم لحد ما جه الشغل. بعدين دخل مكتبه وانا فضلت قاعدة شوية مترددة علشان ادخل. بعدين قلت ما باليد حيلة لازم ادخل علشان اخويا اللي تعبان وعلشان امي اللي مستنياني في البيت. فتح الباب قال لي اتفضلي ادخلي. قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. في حاجة ولا ايه؟ قلت له عاوزة اطلب من حضرتك طلب. قال لي اتفضلي يا ندى اقعدي واتكلمي. قعدت قدامه وابتديت ان انا احكي له ظروف اخويا. بعد ما حكيت له كل حاجة قال لي هو فين والدك؟ قلت له والدي متوفي. ايه هو انتي ما عندكيش اخوات شباب؟ قلت له لا، اخويا محمد اصغر مني ومريض وعندي 2 بنات بيدرسوا. طيب هو انتي محتاجة فلوس قد ايه؟ قلت له وانا مكسوفة 50,000. لقيته بيقول لي واللي يديكي اكتر من كده اضعاف. قلت له مش فاهمة. قال لي انا هفهمك. انتي محتاجة مبلغ علشان تعملي عملية اخوكي صح؟ قلت له اه. قال لي انا هديكي المبلغ ده اضعاف.
انا هجيب لكم بيت كبير اكبر من اللي انتم عايشين فيه. مصاريف الدراسة بتاعت اخواتك عليا لحد ما يكبروا، ايا كان اللي مامتك تطلبه او تحتاجه كله تحت امرها. ايا كان اللي انت هتطلبيه هيكون عندك. هأمنك مستقبلك وهجيبلك دهب. عمال يعرض عليا حاجات مهولة ويغريني بكلامه. طبعا انا كنت مصدومة، هو كل ده ليه؟ هو رد عليا فبيقولي طبعا انتي من جواكي بتقولي هو اتجنن ولا ايه. ايه كمية الحاجات اللي بيعرضها عليا؟ ويقولي كل ده بمقابل بسيط خالص. جوزيني 9 شهور لحد ما تحملي وتولدي. بيقولي انا عارف ان انتي مستغربة، انا هحكيلك على كل حاجة. انا متجوز بنت عمي بقالها 15 سنة. كشفنا وعملنا عمليات كتير لكن مستحيل ان هي تخلف لان هي عندها عقم. وصاني عليها الله يرحمه وقالي بنت عمك امانة في رقبتك، اوعى تطلعها علشان عيبها، لكن انت ممكن تتجوز وتخلف. بعد ما تخلف تاخد العيل وتكتبه باسمك وتديه لبنت عمك وتطلق مراتك. عمي كمان قبل ما يموت وصاني بنفس الوصية. يا ربنا يديه طولة العمر، قالي اتجوز بس لازم تنفذ وصية عمك وجدك اللي وصوك بيه. ما اجي اخد خطوة في الموضوع ده بتراجع وبحس ان انا هظلمها، لكن انا في الاخر حاسس ان انا اللي بظلم نفسي. دلوقتي الفرصة جاتلي لحد عندي. انتي محتاجة فلوس وانا محتاج اكون اب. اعتبري ان العيل مات او جراله اي حاجة، انتي تاخدي الفلوس مني وتعيشي حياتك وهناخد منك الطفل. صدقيني لو ربنا رزقك بالحمل في ال9 شهور دول انا هعيشك ملكة. حاجة هيكون نفسك فيها وتطلبيها هتكون تحت رجلك. مش عاوزك تردي عليا دلوقتي ولا تتسرعي. فكري براحتك في الموضوع، ان الموضوع ده كبير جدا ولازم تفكري فيه براحتك على الاخر. اديت راسي وانا محتارة. كملت شغلي عادي جدا وبعد ما كملت روحت البيت. اول ما دخلت ماما قابلتني بلهفة. قالت لي عملت ايه؟ جبتي الفلوس؟ قلت لها يا ماما ده مبلغ كبير جدا اكيد مش في يوم وليلة. قالت لي بزعيق وبعدين اخوكي هيموت، ما كلمتيش المدير ليه؟ قلت لها كلمته. قالت لي قالك ايه؟ قلت لها طيب اخد نفسي واحكيلك. لا انا لسه داخله، ولا كلت ولا شربت ولا ارتحت. قالت لي ريحيني وبعدين ارتاحي. قلت لها حاضر يا ماما، وقعدت جنبها وابتديت ان انا احكي لها كل حاجه المدير قالها لي. وانتي قلت له ايه؟ قلت لها يا ماما هو ما ادانيش فرصه حتى اتكلم، قال لي فكري وبعدين ردي عليا. قالت لي اتصلي بيه دلوقتي وقولي له ان احنا موافقين. قلت لها لا طبعا، لازم افكر كويس في الموضوع. خلي عندك قلب، اخوكي بيموت. شفتي انتي خايفة على ابنك ازاي؟ طبيعي لازم افكر كويس، لان هو هياخد ابني حتة مني. قالي كده احمل 9 شهور وفي الاخر ياخد ابني من غير ما اشوفه؟ خاطر شوية فلوس. قلت لها يا ماما لازم افكر كويس. قالت لي انتي هتحملي 9 شهور وهتديله العيل من غير ما تشوفيه ولا تتعلقي بيه. اما اخوكي عنده 10 سنين، بذمتك لو جراله حاجة مش هتزعلي عليه؟ قلتلها بعد الشر يا ماما، اكيد ان شاء الله مش هيجراله حاجة. ده مش معناه ان انا هروح ارمي نفسي لواحد معرفوش. الله اعلم بعد كده يحصل لي ايه معاه. يحصل لك حاجات كتير قوي، ممكن توقعيه في حبك وتخليه يتعلق بيكي. خليكي على ذمته وما يطلقكيش. ان انا حكيت لك انها وصية، لو عاوز يتجوز كان اتجوز من زمان وخلف، لكن هو مش عاوز يكسر وصية جده ووصية عمه الله يرحمه. اول ما لقتني عمالة اتكلم معاها كده وقلت لها لازم افكر، انهارت من العياط. تصوت وتشد في شعرها وتخبط على راسها. في الاخر ضغطت عليا بطريقتها دي، خلتني متوترة ومحبوسة في فكري، عارفة اخد اي قرار. بيت عندنا كان متكهرب وعلشان خاطر الدنيا تفك قررت ان انا وافق. فضلت اصلي وادعي كتير جدا قبل ما اكلم سالم.
اقول يا رب لو خير قربه ولو شر ابعده. رب انا شفت حاجات كتير في حياتي، انا مش حمل تعب ولا حلم وجع تاني. جبت التليفون وانا برتعش واتصلت على سالم وقلت له انا موافقة. ايه السرعة دي؟ هو انت لحقتي؟ انا كنت فاكرة ان انت هتاخدي وقت طويل في التفكير. غصب عني، انا قلت لحضرتك قبل كده ان اخويا بيموت، اكيد مش هسيب اخويا يموت واتفرج عليه. خلاص يا ندى، وانا عند وعدي، وكل اللي انا وعدتك بيه هيكون معاكي بكرة ان شاء الله. تاني يوم ابتدينا في اجراءات العملية. اخويا دخل العمليات وعمل العملية ونجحت الحمد لله. بعد ما اطمنا على اخويا، سالم قال لي تعالي علشان عاوزك في موضوع. قلت معاه، لقيته مجهز لي ورق وبيقول لي امضي عليه. قلت له امضي على ايه؟ قال لي ده زي وصل امانة كده على بياض. قلت له طيب وانا امضي عليه ليه؟ علشان لو حاولتي تغيري الاتفاق اللي ما بينا ساعتها هحبسك انتي واهلك. فت بوعدي وعملت العملية لاخوكي. بس كده كمان، انا هأمن مستقبلك زي ما اتفقت معاكي. لأمك واخواتك مصاريفهم عليا. بالنسبة لي من اول يوم هنكتب الكتاب فيه ملكة متوجة، محدش هيقدر يقربلك بربع كلمة. اللي تتكلمي وتشرطي وتأمري، مش عاوزك تخافي مني ولا تتوتري. الأوراق دي بديهية علشان كل واحد فينا يضمن حقه. بالنسبة لي مش عاوز منك أي ضمانات، أنا اديتك كل حاجة انتي عاوزاها. أنا حاجتي لسه ما خدتهاش ومش ضامن ان انتي توفي بوعدك ولا لأ. خلاص ماشي، أنا ما عنديش مشكلة، واخدت منه الورق ومضيت عليه زي ما هو طلب. خلال أيام بسيطة كتبنا الكتاب واتفقنا على كل حاجة. للأسف بعد ما كتبنا الكتاب صدمني وقال لي ان انا هروح اعيش مع مراته الاولى، هي طلبت منه كده. طبعا بعد ما كتبنا الكتاب واخدت هدومي قررت ان انا امشي من غير ما اودع امي. كنت زعلانة منها جدا لانها باعتني علشان خاطر اخويا. فاخويا كان تعبان، بس كان ممكن نعمل اي حاجة تانية، نعمل جمعية او نستلف من قرايبنا. امي اختارت الطريق السهل انها تاخد وما ترجعش. في الاخر رمتها عليا زي ما كانت رامية عليا مسؤولية اخواتي من انا الكبيرة. حتى انا وسالم ولا كنت لابسة فستان ولا اتعمل لي فرح، هنا ان احنا عرفنا اهلي والجيران وخلاص. لما خلصنا كل حاجة خدت شنطة هدومي ومشيت مع سالم. وكان كبير جدا. مراته الاولى كانت مستنياني، اول ما شافتني كان باين عليها ان هي متضايقة جدا ومش عاجبها اللي بيحصل. سابتني خالص وراحت باست سالم وقالت له مبروك يا حبيبي، إن شاء الله من اول يوم يحصل اللي احنا عاوزينه علشان الموضوع ده ينتهي بسرعة. كان بصلها بدي لانها المفروض ما كانتش تقول حاجة زي دي قدامي. ايدي وقال لي تعالي يا ندى علشان ادخلك اوضتك، ادخلي وخدي راحتك على الاخر لحد ما اجيلك. دخلت الاوضة اللي كانت كبيرة جدا، والله يا جماعة مش ببالغ انها قد بيتنا. بصراحة كان ما شاء الله كبير وحلو قوي، وكل أوضة كان فيها حمام كاملة لتغيير الملابس، يعني الأوضة كانت عبارة عن شقة صغيرة. دخلت اتفرجت على الأوضة، دخلت اخدت شاور ولبست هدومي وفضلت مستنية سالم. الوقت ده كان قاعد مع مراته الأولى علشان كانت زعلانة ومتضايقة. يقول لها مش انتي نفسك يكون عندك بيبي؟ خلاص هانت، أنا كمان نفسي يكون عندي طفل، نفسي اكتر ان الطفل ده يكون منك انتي. كنت سامعة كل حاجة وزعلت جدا. اوضتي كانت جنب اوضة مراته الاولى وده كان شرطها. لما خلص محايلة لمراته اخيرا جالي قعد جنبي وقال لي هو انتي مستعدة؟ قلت له ايوه. قال لي انا مش عاوزك تخافي مني وعاوزك تكوني مرضية. حاجة هتحصل النهاردة انتي راضية عليها ولا لأ؟ سمعته كلامه حسيت ان هو حاسس بالندم او انا صعبانة عليه. لو انا قلتلك ان انا مش عاوزة اكمل في الموضوع هتوافق؟
وبيبصلي بحيرة ويقولي أنا عن نفسي ما عنديش مشكلة، المرات اللي بره عندها. انتي مش متخيلة ان احنا مستنيين الموضوع ده بقالنا قد ايه. ابتسامة خفيفة وقلتله على فكرة أنا بهزر، ساعة ما وعيت على الدنيا أنا عمري ما خلفت بوعدي مع حد، ساعدتني أنا وأهلي وكتر خيرك على اللي انت عملته. بعد ما خلص كلام معايا قمت اتوضيت وصليت ركعتين وطلبت من الله عز وجل ان يرزقني بالحمل على طول عشان الجوازة دي ما تطولش. سالم عارف ان زوجته الاولى مش هتعدي الموضوع بالسهل وكل يوم هيبقى فيه مشاكل وحوارات. مش وقت كتير وبقيت مرات سالم قدام ربنا. لكن سالم بعد ما دخل عليا لقيته مستغرب ومخضوض. قلتله في ايه، هو في حاجة حصلت؟ يقول لي ايه ده، هو انتي بنت؟ قلتله ايوه انا بنت وانت اول راجل في حياتي. ويبصلي وهو زعلان وندمان وقال لي انتي ما قلتليش كده، انت ما سألتنيش، سألت صاحبتك فلانة. قلتله ازاي، دي اكتر من اختي وتعرف عني كل حاجة. لا انا ما سبقش ليا الجواز. قال لي طيب ازاي ما تعرفنيش؟ كنتش اعرف والله، معلش حقك عليا، انا كنت فاكرك متجوزة قبل كده. عاوزك تزعلي ولا تشيلي هم حاجة، والمبلغ اللي احنا كنا متفقين عليه انا هعوضهولك اضعاف اضعاف. وانت مضايق نفسك ليه؟ انت ولا كدبت عليا ولا عملت عليا حوار، طلبت ايدي للجواز وانا وافقت، فما تشيلش لنفسك الهم. وعليا وقال لي انت طيبة اوي يا ندى. قلتله ربنا يخليك، انام بقى لاني تعبانة جدا وما نمتش من امبارح. يقول لي انا مش هبات معاك النهاردة. قلتله عارفة وما عنديش مشكلة، تصبح على خير. يام وسالم كل يوم يجي يقضي مهمته ويروح لمراته ويبيت معاها. 4 شهور وربنا رزقني بالحمل. وسالم اول ما عرف فرح جدا. فرحة سالم بالحمل عمل عزومة كبيرة جدا وعزم فيها القرايب والجيران، والصراحة كان شايلني من على الارض شيل. ناقص يجيب لي حتة من السما كده ويقول لي اتفضلي. ايام بتعدي وانا بتكون فترة حملي صعبة جدا، على طول نايمة وتعبانة. سالم كان خايف عليا قوي. الفترة دي كنت حاسة ان هو اتشدلي بس مش عاوز يبين علشان مراته، عشان على طول كان شايفني تعبانة. وزوجته الاولى ما كانتش حنينة عليا، قرر ان هو يجيب ماما عشان تقعد معايا وتخدمني. اول ما لقيته جايب ماما ما كنتش مرحبة بالفكرة قوي. انتي ممكن تقعدي معايا النهاردة وبعد كده امشي لاخواتي علشان انا مش محتاجة مساعدة من حد. ما اول ما لقيتني زعلانة اعتذرت لي كتير وقالت لي ده انتي وش الخير والسعادة علينا، اتجوزتي سالم واحنا مرتاحين، بنام يا بنتي وانا مش شايلة للدنيا هم. مش انتي الكبيرة تحملي علشان اخواتك، وبعدين هو سالم وحش؟ شايفاه بيحبك وشايلك من على الارض شيل. الطريق واحنا جايين عمال يمدح فيكي ويقول قد ايه ده انتي نظيفة وجميلة. بدأت تطيب في خاطري وتعتذر كتير، فقررت ان انا اسامحها لان مهما كان دي امي. 3 شهور من الحمل سالم بيقولي انا هاجي معاكي عند الدكتورة. طبعا مراته الاولى بترفض وبتفضل تزعق وتقوله انت مش هتروح انا اللي هروح، انت ممكن تيجي معانا. قالت له لا انا عاوزة اروح انا وهي لوحدينا. هتيجي. سالم والأول مرة يزعق معاها ويقول لها انتي عاوزة تحرميني من لحظة زي دي ليه؟ انا عاوزة اروح اسمع نبض الجنين، وصمم ان هو يروح معايا. زعلت وقعدت في البيت. ليش يا سالم خليها تيجي معانا، هي مش هتمشي عليا، متحكمش عليا ان انا ما اشوفش ابني. إيه؟ انتي مش فاهمة حاجة يا ندى، ده حلم وربنا حققهولي، انا نفسي اشوف البيبي قوي. لقيته متحمس كده، فرحت قوي وقلت ابني او بنتي هيكون ليهم اب حنين. وسالم ركبنا العربية ورحت المستشفى اللي انا بتابع فيها الحمل. الدكتورة وطلبت مني شوية تحاليل وقالت لي انتي مش بتاكلي ليه، اهتمي باكلك. تتكلم مع سالم وتعاتبه وتقوله مراتك شكلها نفسيتها مش احسن حاجة، إن مش بتاكل كويس ليه، هي حامل في واحد دي حامل في 2، المفروض تاكل ل3 اشخاص،
ليها وللي في بطنها. كان مصدوم وقال لها 2 ايه؟ قالت له اهو الكيس قدامي. بس انتي ما قلتلهاش قبل كده ان هي حامل في توأم، في كيسين، كيس منور وكيس مظلم، ممكن ان كيس يبقى فيه جنين والكيس التاني يبقى فاضي. يعني الكيسين قدامي اهو فيهم نبض، اتفضل اسمع. سمعته نبض الجنين. والله يا جماعة سالم كان بيعيط قدامي وقدام الدكتورة. خلصنا كشف، خدني ووداني مطعم علشان يأكلني، يكلم فيا كتير وقال لي اهتمي بنفسك كده مش نافع، ده انتي حامل في توأم، ربنا يكون في عونك. لما خلصنا واحنا طالعين البيت سالم اول مرة يحط ايده على بطني وهو مش خايف من مراته. شافته وقالت له هو انت حنيت ولا ايه؟ رد عليها وقال لها ما تتكلميش كده علشان ما تتوترش، حامل وتعبانة ومحتاجة حد يكون حنين عليها، هو انت ليه بتعملي معاها كده؟ خشي الأوضة وانا هاجي اتكلم معاكي. دخلني اوضتي وبعد كده راح لها اوضتها، وهو بيقول لها ندى حامل في توأم وبفكر ان انا ما طلقهاش. ما طلقتهاش يبقى كده انت هتطلقني انا، انت كده هتحرمي طفلين من مامتهم. قوليلي كده احنا هنرضعهم ازاي؟ نبقى نجيب لهم مرضعة ولا نرضعهم لبن صناعي؟ طيب ليه وامهم موجودة؟ مش قادرة اتخطى ان هي كانت بنت، بس اللي انا هديها لها مش مقابل ان انا هاخد منها طفلين. حطي نفسك مكانها. ليكي؟ قالت له انا قلت اللي عندي، لو هتفضل على ذمتك يبقى تطلقني انا. طيب ماشي سيبيها على الله، انتي مش هتلويلي دراعي. بعضه وراح عند بابا وقعد مع اهله واتكلم معاهم، رغم ان انا حامل في توأم ومش عاوز يظلمني ولا يظلم عيالي. مامة سالم قالت له دي هدية لازم تحافظ عليها وتخلي بالك منها، ربنا بعتها لك من السما، مؤدبة وحلوة وجميلة، وكمان حامل في توأم بعد 4 شهور بس. جوه قلبك يا ابني مش تاخد العيال منها وتربيهم انت ومراتك؟ اعلم مراتك هتبقى حنينة عليهم ولا لأ؟ يا امي انا من ساعة ما اتجوزت ندى وانا مش شايف غير حقد وغل وغيرة، هآمن على ولادي معاها، وانا ما عنديش مشكلة ان هي تفضل على ذمتي، لكن انا مش هطلق ندى. بص انت ما اتجوزتش عليها تفاصة، انت اتجوزت عليها لانها معيوبة وهي ما بتخلفش، عملت لها كمية عمليات وكشفت عليها كشف، بس اللي اترمت على الارض كان زمانك اتجوزت 4 مرات مش مرة واحدة. عملنا اللي علينا، وبالنسبة لوصية عمك وجدك فانت انسى الموضوع لان انت جايلك توأم، اكيد يعني ولادك مصلحتهم فوق الكل. راح اهله وقفوا معايا وقالوا له اوعى تطلقها وخليها تربي عيالها. مروح البيت وهو فرحان ودخل لي اوضتي ومن غير ما يدخل لمراته الاولى حكالي على كل حاجة حصلت ما بينه وما بين اهله. انا ابتسمت وفرحت جدا. عارف يا سالم انا ما كنتش بعرف باكل ولا بشرب علشان كنت خايفة على ولادي، فكر لما اولد اخدهم واهرب، ملوش لزوم اي حاجة من الكلام ده، انا كده كده مش هطلقك ومش هسيبك تربي ولادك، مفيش حد غيرك هيربيهم. انت بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه والله العظيم، ترى انا بحبك اوي يا ندى، اللي قعدناها مع بعض حركت مشاعري ناحيتك، ده مش بايدينا. بتحبيني وعاوزة تكملي معايا ولا لأ؟ بص يا سالم انت دلوقتي في حتة منك جوايا، ومن غير كذب ولا مبالغة في الكلام انت اديتني حاجات كتير قوي انا كنت محرومة منها، نيتك وطيبتك معايا، وانا مش هقول ان انا بحبك علشان ما اكونش كذابة، لكن انا حاسة بناحيتك بانجذاب ومعجبة بيك وبشخصيتك. ليه انتي مش بتحبيني؟ تلاقي نفسي هحبك او في مشاعر من ناحيتك كنت بوقف نفسي قول لأ انتم هتتطلقوا اوعي تحبيه، هي كسرة قلبك على ولادك. بصلي وابتسم وخدني في حضنه، قالي من النهاردة انت هتفضلي ام عيالي ومراتي وحبيبتي، فيني براحتك لان ده حقك من النهاردة.
راسي وسابني وخرج علشان يتكلم مع مراته الأولى. لما عرفت الكلام ده اتصدمت وعملت مشكلة كبيرة وصوتها كان جايب البيت كله. هدومها وراحت عند عمها اللي هو أبو سالم، قالت له على كل حاجة. والصراحة أبو سالم قال لها إن ده حقه، سالم وربي العيال معاهم، هينفع تاخدي عيال من أمهم لأنه حرام. سالم قالت لها أنا ما كنتش موافقة على اللي انتم كنتوا بتعملوه، علشان كده أنا ما حضرتش كتب كتاب سالم. سالم قالت لها تخيلي لو البنت دي ولدت وانتم خدتوا عيالها وزعلت وجات لها حمى النفاس وماتت، انتم هتقابلوا ربنا ازاي؟ البنت تربي عيالها، ولو انتي عاوزة تكملي مع جوزك كملي، ولو انتي مش عاوزة وحاسة ان انتي هتبقي تقيلة عليهم روحي اتجوزي واحد تاني يكون عنده عيال وربيله عياله. مرات سالم معجبهاش الكلام وقالت لهم انا كده هخربها عليكم كلكم. قالت انا عاوزة حقي وعاوزة فلوسي، وفضلت تزعق وتتخانق. مها قال لها كل حاجة ليكي عندنا هتاخديها، احنا مش محتاجين منك حاجة ولا عاوزين منك حاجة، احنا مشغلين فلوسك علشان خاطر انتي واحدة ست ما بتشتغليش. فعلا بقيتي صعبة وبقيتي قليلة الادب واسلوبك بقى وحش جدا. سالم عنده حق ان هو ما يقدرش يكمل معاكي. بالظبط شهرين وكل حاجة انتهت، وسالم طلق مراته الاولى وبقى ليا لوحدي. انفصاله وابتديت احس ان احنا اسرة طبيعية زينا زي اي اتنين متجوزين، بقت مستقرة عايشين دايما في سعادة. 9 شهور وبيجي ميعاد الولادة وولادتي بتبقى صعبة جدا، لدرجة اني بحتاج دم، ولكن بفضل الله بتعدي على خير. عيني وولادي جنبي، وسالم واهله كانوا معايا في المستشفى، هما واخواتي كانوا معايا هما كمان، وسالم عمل توزيعات للولادة، فرحان بيهم قوي. وقعدت في المستشفى 7 ايام بالظبط. بعد كده رجعت بيتي تاني، واحدة تساعدني لان مراته الاولى كانت رافضة ان هو يجيب حد يساعدنا في البيت، كانت تخليني انا اعمل شغل البيت وانا حامل كمان. على فكرة يا جماعة انا اختصرت كتير قوي من اللي هي عملته فيا، وانا ما حبيتش اطلع صورتها وحشة. أنا مهما كان هي ماضي وما حبش اتكلم عليها ولا حتى اجيب سيرتها. حاليا انا مرتاحة قوي ومش مصدقة اللي بيحصل معايا. شهور كنت فاكرة ان ولادي دول هيتاخدوا من حضني، لكن هما دلوقتي في حضني ومعايا وانا اللي بربيهم. فكرة انا لسه والدة من اسبوعين، عاوزاكم تدعولي كتير قوي سالم يفضل يحبني وما يتغيرش معايا، يفضل ظهر وسند ليا طول العمر. بس كده قصة النهاردة خلصت، واللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي وما ينساش اللايك.